السلام عليكم، ايه الاخبار رجاله؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناه اخوكم احمد اللول تيوب. يا جدعان، اقسم بالله الكلام ده انا بقولكم ده حقيقي. ناس كتير قوي قوي زملكاويه بشوفهم، وناس كتير قوي زملكاويه اصدقائي كلهم عايزين الزمالك يلعب. كلهم بيقول لك يا عم احنا مالنا كهربا يتوقف ولا ما يتوقفش، احنا عايزين نلعب، احنا عايزين نتفرج على فريقنا بالسوبر ونفوز على الاهلي ومش موافقين خالص على القرارات اللي بيعملها مرتضى. الحاجه بقى اللي انا مش قادر افهمها، مجلس اداره نادي الزمالك ده، الناس دي ما عندهاش شخصيه خالص يا جدعان. ازاي الراجل ده ليه بتسمعوا كلامه اساسا؟ الراجل ده اصلا مش رئيس النادي خلاص رسمي. الراجل ده مش رئيس النادي، انت بتجتمع ازاي وبيطلع ايه الدوله اللي كل حاجه بتدار فيها يا عم؟ ازاي ده بيتكلم بناء على ايه؟ انت الراجل ده هتنزل عقوبات على نادي الزمالك، عقوبات شديده. عدم مشاركه في السوبر ممكن سنه واثنين وثلاثه. طيب ليه الناس كلها في الامارات، حتى جماهير الزمالك هناك نفسها تروح الاستاد، والناس حجزت التذاكر. طب الناس دي هتعمل ايه بقى؟ الناس دي بجد والله، الناس اللي يعني خلينا نتكلم، الناس اللي حجزت تذاكر من اول ما نزل الدين راحت اشترت وحجز تذاكر لعيالها ولزوجاتها زي كل سنه ما بيحصل كده، والناس بتبقى مبسوطه. انت مالك يا عم؟ او هم الناس دي ايه ذنبها؟ انت كهربا ده مين يا عم؟ برضه ما ده لاعب، وفي لاعب بيبقى قصاد فرقه وجماهير ده انت بتخليه لو هو مش ما عملش معاك حاجه، انت بتخليه كده اللي هو ايه، قاعد بيضحك عليك. طبعا بيراميدز، يعني أنا لو هنتكلم فنيا، بيراميدز اقوى من الزمالك بكتير. حقيقي. اللعيبه اللي في بيراميدز مميزه كتير جدا. عبد الله ورمضان ومصطفى فتحي وابراهيم عادل وبلاتي توريه لا، شله شديده، ومصطفى فتحي. بناء على ايه بقى؟ انت فاكر ان احنا كده متضايقين؟ بالعكس، انا راجل اهلاوي، بس كنت اتمنى يبقى الحوار اهلي وزمالك، كان هيبقى بص سهره جميله لكل الدنيا. وبعدين لو انت بتتكلم في القرارات ولا ده حاجه تانية، اعترض بس بشكل تاني. انت فاهم؟ روح فوز وحط الميداليه كده واعملها كده، الكهرباء والغير كهرباء. انت فاهم الفكره؟ انت بتضايق جماهيرك، انت مش انت خدت حقهم، انت كده خدت حقك. ايه بقى الحق في اللي انت عملته ده؟ انت خسرت ماديا ومعنويا، وحتى جماهيرك هيروحوا يشجعوا بيراميدز مثلا. اقسم بالله صراحة الراجل ده تصرفاته كلها تحس ان هو بص عبثي عبثي بشكل غير طبيعي. انت فاهم؟ وبيكبر حاجات قد كده يعملها قد كده، وحاجات قد كده يعملها قد كده. فاهم انت ازاي؟ منظومة بيديرها سيبك من اللي هو يطلع يشتم الناس ويشتم في الاهلي، فانت تفتكر كده ان هو بيجيب لك حقك. بتوع الاهلي معلمين، الاداره بتاعت الاهلي معلمين، معلمين بيعرفوا يديروا فعلا اي ملف بيجي لهم بيجتمعوا، وبيجتمعوا بالناس المختصين بالقصه ديت، حد بتاع قانون، حد مش عارف ايه، وبيتكلموا ويطلعوا القرار. مش اول ما ده ممكن تتصل بيه يفجر النادي مرتضى منصور، تسخنه لا ديج يفرقع. لا يا باشا، الحاجات دي ما بتقدرش بالشكل دوت. جماهير الزمالك زعلانه جدا من القرار اللي انت عملته ده. انت فاهم؟ احنا كده كده جماهير الاهلي، بيراميدز هيلعب قصادنا. لو انت كنت زمالك هتلعب مثلا بتركيز او بتاع 10% ولا 90% ايا كان الرقم، بيراميدز هيلعب الثلاث اضعافك. بيراميدز هيموت وياخد بطوله. واحنا لسه البطوله اللي فاتت شفت الماتش كان عامل ازاي معاهم. فهم هيموتوا وياخدوا بطوله على حساب الاهلي، على حساب اي حد. وكمان لو على حساب الاهلي هتبقى الموضوع، احنا كجماهير اهلي الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لنا جدا، مش هنتقبله خالص. انت فاهم الفكره ازاي؟ يعني بيراميدز ياخد البطوله على حسابنا، ده الموضوع ده هيبقى صعب. صعب بالنسبه لنا احنا، ان الفرقه اصلا معموله كيد، بس كيد في الاهلي وجماهير الاهلي. فمش عارف صراحه يعني اقسم بالله الله يكون في عون جماهير الزمالك بره وجوه. اللي يشجع الزمالك في الايام دي ده مشجع حقيقي، لان ما بيشوفش حاجه حلوه. اقسم بالله الناس دي الله يعينها ما بيشوفوش حاجه حلوه. انا صعبانين عليا والله العظيم. احنا الناس اللي مستنيه هنعمل في السوبر وبتاع، اصلا ما الراجل قال لهم انتوا مش رايحين يا عم. مش رايحين ليه؟ عشان كهرباء يا عم. كهرباء ايه يا عم؟ احنا مالنا بالكلام ده؟ يتعاقب ولا انت فاهم الفكره ازاي؟ احنا عايزين فريقنا يلعب. انت يا عم، انت مالك؟ انت اصلا بتتكلم ليه؟ ما كفايه يا عم بطاطا يا عم. حرقت